مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي في الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر العلمي الرابع لطلاب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، بالحاصل على المركز الثاني في مسابقة الإلقاء العربي، والطالب مفرح آل دواس من جامعة الملك خالد بابها. مفرح، أهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك واهلا حياكم الله، مرحبا. ألف مبروك، ولو تحدثنا عن شعورك وحصولك على المركز الثاني. اولا بارك الله لك، والحمد لله هذا من فضل الله عز وجل، ثم بالجهود اللي كانت مبذوله في المؤتمر العلمي الرابع. يعني الشعور اكيد لا يوصف، وهذا من توفيق الله عز وجل. كان المنافسه صعبه حقيقه، وللمشاركين كان لكل واحد بصمته، ولكل واحد نكهته اللي كان يفرض انه يتقدم، لكن توفيق الله عز وجل وفضله اولا واخرا. مفرح، بمناسبة ختام فعاليات المؤتمر العلمي الرابع، آه، كطالب جامعي ما الذي تتمناه في المؤتمرات القادمة بإذن الله؟ في الحقيقة أنه اللي كان يميز المؤتمر هذا اللي هو الأجواء الحمية اللي كانت بين الطلاب، بغض النظر عن حققوا مراكز أو لا. لكن اللي أتمناه أنه تزيد المحاور وتتنوع. هي كانت مصبة الآن على الجوانب العلمية، أضافوا السنة هذه الإلقاء العربي والخدمة المجتمعية. لو تتنوع المحاور أكثر وفي الجوانب الثقافية والأدبية الأخرى، ربما أنها تضفي نكهات أخرى مميزة للمؤتمر العلمي، ليصبح مؤتمر علمي وثقافي في نفس الوقت، وتصير احتفالية وكرنفال ثقافي وأدبي وعلمي في نفس الوقت. لا، مفرح، نتمنى لك التوفيق وألف مبروك. الله يوفقنا وإياكم، وشكرا لك أستاذنا.